استفتاء. هذا الاستفتاء استمر على مدار 3 أشهر، استفتاء من خلال الرسائل الإلكترونية SMS، وقلنا ان احنا هنعلن النتائج، وهذه النتائج اصبحت واضحة. وانا بدعو كل الناس اللي هتسمع النتيجة دلوقتي، لان النتيجة دي سترتبط باشياء ربما لا يتوقعها احد، السادة المرشحين او اي حد من الجماهير يرغب في الاطلاع على النتائج، احنا بكل شفافية بنتيح له هذه الفرصة، وبنقول له اهلا بيك ومرحب بيك. واحنا هنحاول خلال الايام القادمة ان احنا نعمل لها تصوير، الصفحات اللي على الكمبيوتر نعمل لها تصوير واضح، ونبتدي ننزلها علشان تبقى موجودة واضحة امام الناس. الحقيقة النتيجة يعني بيقولوا ان الدكتور توفيق عكاشة حصل على اعلى الاصوات، وعدد الاصوات الحاصل عليها 192 صوت. 2 فضيلة الشيخ محمد حسان جاء في المركز الثاني وحصل على 113 صوت. الفريق احمد شفيق رئيس الحكومة السابق جاء في المركز الثالث وحصل على 58 صوت. السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وحصل على 51 صوت. اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وحصل على المركز الخامس 25 صوت. الأستاذ حمدين صباحي جاء في المركز السادس وحصل على 22 صوت. الأستاذ عبد الحكيم جمال عبد الناصر جاء في المركز السابع وحصل على 21 صوت. الدكتور كمال الجنزوري جاء في المركز الثامن وحصل على 20 صوت. الدكتور أيمن نور جاء في المركز التاسع وحصل على 14 صوت، متساويا مع الدكتور محمد البرادعي. الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور في نفس المرتبة، المركز التاسع، وحصل كل منهما على 14 صوت. وأيضا معهم الأستاذ عمرو خالد الداعية الإسلامي المعروف، دكتور عمرو خالد، يبقى جاء في المركز التاسع 3 أسماء، هي دكتور أيمن نور، دكتور محمد البرادعي، دكتور عمرو خالد، والجميع حصل على 14 صوت. جاء في المركز العاشر منفردا دكتور أحمد زويل وحصل على 6 أصوات. المركز الحادي عشر المستشار هشام البسطويسي وحصل على 4 أصوات. في الذي يليه المركز الثاني عشر المستشار أو الثالث عشر الدكتور عصام العريان وحصلوا على 3 أصوات، واشترك معه كل من الأستاذ سامح عاشور والدكتور صفوت حجازي، ولكل منهما 3 أصوات. ثم بعد ذلك جاءت المستشارة تهاني الجبالي متساوية مع الدكتور محمد مقبل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولكل منهما صوتين. ثم بعد ذلك جاء في المركز الأخير 2 مجتمعين لكل منهما صوت واحد، وهو المهندس سيد مشعل والدكتور أسامة الغزالي حرب. هذه هي النتيجة اللي موجودة اللي منقولة إلي، وأنا بقول بكل شفافية وبأعلن وبأكد إن أي حد عايز يطلع على هذه النتيجة يتفضل يشرفنا في القناة، يبعت لنا رسالة يقول أنا عايز أطلع عليها، وإن شاء الله على يوم السبت بإذن الله سوف نعلن النتيجة مصورة كاملة، الصفحات الإلكترونية، الرسائل بأرقام تليفوناتها، بالأسماء، بالناس، بالتصويت بتاعهم، على أساس تبقى الأمور واضحة. طبعا من هذه النتيجة بيتضح إن العبد لله
توفيق عكاشة هو الفائز بالمركز الأول بفارق حوالي من 80 صوت عن الفائز بالمركز الثاني وهو فضيلة الشيخ محمد حسان. وطبعا ده هيخليني ان انا يوم السبت بإذن الله سوف يكون هناك اعلان رسمي لحقيقة الموقف واسبابه، وايضا لماذا، وايضا ما هي الرؤية المستقبلية التي بني عليها القرار والبرنامج المستقبلي، وكل ما يتعلق بهذا القرار سوف أعلنه بإذن الله يوم السبت واضحا على الملأ أمام السادة المشاهدين. يعني أنا بشرف وشرف عظيم ليا أن أنا أحصل على في هذا الاستفتاء على المركز الأول بفارق كبير من الأصوات وفقا للذين شاركوا في هذا الاستفتاء بيني وبين فضيلة الشيخ محمد حسان. حقيقة الملفت للنظر أيضا أن الفريق طيار أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق جاء متقدما على السيد عمرو موسى بفارق أيضا في الأصوات. فيعني بعض الحاجات اللي بتؤشر أو بتدي مؤشرات إلى أن هذا الشعب شعب يرغب في أن يكون رئيسه من بين أفراده يعلم أدق أسرار الطبقة الفقيرة التي تعاني من الألم والآلام، التي تدعو الله ليلها بأن يرزقها صباحها بما يسمح بأن تحصل على طعام. الإخوة اللي قعدوا يتريقوا عليا لما اتكلمت على البط والوز وقلت للدكتور البرادعي يعني هل حضرتك عارف ان الست بتزغط ذكر البط علشان تبيعه في السوق عشان تاخد ثمنه اللي هو 150 جنيه او 170 جنيه تصرف بيهم على اولادها؟ الناس الزملاء قعدوا يتريقوا في مجال الاعلام، بينما الواقع ان انا كنت بوضح مدى المأساة. تخيل لما حضرتك تكون جعان والاكل قدامك وانت اللي بتطهي هذا الطعام وما بتاكلش منه، حالتك النفسية بتبقى ازاي؟ فانا بحط نفسي دايما مكان الناس دي لان انا بحبهم وهم مسار اهتمامي وقضيتي الرئيسية ومشروعي السياسي. ما كان لي عمر على الأرض أن يكون هؤلاء هم مشروعي السياسي الذين ربما يكونوا هم سببا في أن أدخل جنات ربنا سبحانه وتعالى مع الصديقين